بين ركام الحروب والمصاعب اليومية التي تواجه الشعب الأفغاني بمختلف فئاته، خرج الطفل مرتدى أحمدي بحبه لكرة القدم وكيسه البلاستيكي ليؤكد للجميع أن الساحرة المستديرة من الممكن أن تمنح الأمل في تحقيق الحلم مهما كان بعيدا وصعبا. فبعد أن ظهرت صور عديدة لأحمدي مرتديا كيسا بلاستيكيا كتب عليه اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ويمارس كرة القدم بين الثلوج المهدمة والثلوج المتراكمة، اشتعلت لأجله مواقع التواصل الاجتماعي لتوصله مباشرة لقلب الحدث وسط النادي الكتالوني وأمام مرأى ميسي الذي شدد على ضرورة إيجاد محبه الصغير ومنحه قميصا حقيقيا موقعا من صاحب الكرة الذهبية في 5 مناسبات سابقة، ليصبح بعدها الطفل أحمدي صاحب 5 أعوام نجما في أفغانستان. وزينت صورته وهو يطارد الكرة وسط الثلوج الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للاتحاد الأفغاني الذي قام بدوره بمخاطبة الاتحاد الأوروبي للعبة ونادي برشلونة، موضحا أن النادي الإسباني وافق على منح مرتدى أحمدي تذكرة سفر للذهاب إلى برشلونة ومقابلة ميسي شخصيا، حيث أكدت السفارة الإسبانية أنها جاهزة لمنح تأشيرة السفر لهذه المقابلة. ونقلت تصريحات لمدير أعمال ميسي وهو يقول أن ميسي يريد فعل أي شيء للاعب الصغير.